قررت أصرف مصروفي للأسبوع هذا سوق القدس. تعالوا معي. صراحة مش مصدقة إن أنا وأخيراً بالقدس وبالسوق كمان. طول فترة الحرب ال40 يوم مع إيران كان كل إشي مسكر، أنتوا مش فاهمين. أول إشي شريته صفيحة أرمنية. خلص أكل بنبلش الشوبينج. الفترة اللي عدت هذه فترة كانت صعبة كتير على البلد هون، حوالي 90-95% كانوا مسكرين. الحرب هي لما وقفت فتحت الكنائس والمساجد، صار الناس مطمئنة أكثر. يعني حتى لو فتحت البلد وفتحت الدكاكين الوضع في السوق هو الوضع ميت. أما كبزنس يعني أنت عارف يعني فيش بزنس، وإحنا معتمدين على السواح. بس إذا في إشي بحبه بالقدس كيف إنه أمرات بتفوتوا على محل في صوت قرآن، صوت دعاء، ممكن تفوتوا على محل تاني في صوت عبد الحليم حافظ. فبحب هذا الريميكس اللي بتسمعوه بس بالقدس. طيب أنا ما قدرتش أقاوم، بدي أشتري بس إشي صغير، أوكي؟ لأنه طلع المنزل. جوي صح؟ يلا تعالوا نشتري. لحتى الآن ما في حدا بيجي على المحل إلا الأصدقاء والأحباب اللي يشربوا فنجان قهوة. من يوم ليوم بكون أحسن إن شاء الله، فبنتأمل إن شاء الله ما يصير في تسكير تاني. زي ما أنتم شايفين مع الأسف أغلب المحلات مسكرة وفيش كثير ناس بالسوق، فعشان هيك لازم نحيي كل أسواقنا. تعالوا يلا. أنا ببيع قماشات للكنايس وببيع قماشات للدبكات العربية وشراشف وحراير، كله تراثي وكله يعني من سوريا بنجيبه. أكلنا قبل شوي صفيحة أرمنية، فإسا لازم نشرب عصير. هذه منطقة سياحية، هذه منطقة دباغة ومنطقة أفتيموس. هي عايشة بس على الإجر الغريبة، حتى الأجر العربية يعني ما عارفة خفيفة، يا دوبك تقضي السوق العربي تحت. صح، شكرا. يا هلا. انه تنزل تكزدر في البلدة القديمة وتثبت عربية الحجر هذا وتثبت انه لسه الحجر بيحكي عربي، انزلوا كزدروا فيها. لقيت فنجان قهوة. أهلا وسهلا. هيك أكلنا شربنا عصير، شريت شو ناقصني فناجين. فبدي أنهي الفيديو أكمل الشوبينج تاعي، بعد في معي مصاري. فتنسوش تدعموا المصالح الصغيرة واحكوا لي وين أروح المرة الجاي على أي سوق، وبشوفكم بيتنا.